عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع الرشته، طبق تقليدي عريق، جزائري. هذا من بين يعني لي بات ولا العجائن اللي نديروهم ولا الاطباق التقليديه كيما الكسكس، كيما تريده تختوخت بسكره. يعني كاين بزاف وبزاف، يعني كل منطقه معروفه يعني بطريقه تاعها في هاد الاطباق التقليديه. جبت لكم طريقتي، كل واحد والطريقه ديالو كيفاش يديرها. انا وريت لكم الوصفه كيفاش تجي المرقه خضراء، يعني ماشي كي تاكلوا البلاط تلقاو مع الاخر ماشي مرقه شغل تجي مايهه شويه. انا ما نحبهاش هكاك، انا نحبها تجي شويه خضراء، تجي يعني ثقيله. ميم كي تشربي هذيك الرشته تتشرب لك او ميم طون تجي المريقه هذيك ثقيله. فوالا راكم تشوفوا كيفاش جات، يعني ماشي معجنه. شهيتكم في الجنه البنات. انا هنا كنت نصور وناكل شويه. المهم انا هكذا ديجا كي نشوفها برك يعني نتشهاها هايله، يعني الطبق هذا بزاف محبوب عندي. ومن الاحسن يعني نرافقوه بالدجاج. انا يعني اللحم يجيك طرف تختوخه تاع بسكره ولا تريده هذيك صح تجي فيها اللحم، لكن كيما الرشته يستحسن يكون عندك الدجاج خير. كيما راكم تشوفوا انا استعملت رشته تاع باكيات، ماشي رشته تاع هذيك اللي يديروها يعني تاع الديار. هذه تاني تخدموها في المصانع، وكاين نساء هما اللي يخدموها. فوالا راكم تشوفوا درت الزيت، درت قطع تاع الدجاج اللي عندي على حسب افراد العائله. هنا بالنسبه للبصل ديروا كميه معتبره، انا هنا رحيتها بلا مولينات باش يعني باش تسهل عليا العمليه وتجيني تانت المرقه، يعني ما تجيش قطع قطع. فوالا درت هنايا شويه قرفه اون بودغ، ودرت فلفل كحل. تقدروا ديروا قرفه عود يعني باش ما تجيكمش المرقه ما تغلبكمش، ما ديروش بزاف كي ديروا كيما درت انا. اكو شتوني درت غير شويه. نتوما تفاداو ديروا كميه كبيره تاع القرفه باسكو راح تكحل لكم المرقه. فوالا كيما راكم تشوفوا البصل ديروا كميه معتبره باش تجي المرقه ديالنا خضراء، ونخلوها تتقلى. هنا انا كنت مسرعه الفيديو سي بور سا يبان لكم بلي راهو افون باسكو راني جري فيه. مي انا كنت دايرته يعني حراره متوسطه. بعد ما يتقلى لنا قلت لكم ضفت الملح تاني راكم شفتوني. بعد ما يتقلى نضيفوا له ماء سخون، ما يكون سخون، ونخليوها طيب. كيما راكم تشوفوا او ميم طون انايا نحكي مع ديك الرشته ديالي، ونبدا نبل يدي في الزيت ونبدا نفتح فيها. هذه اول حاجه، يعني ما تحطوهاش تفور مباشره، ديروها هكذا طريقه. حكموا الزيت في يديكم وبداو تفتحوا فيها هكذا باش ما تجيكمش الرشته ديالكم دكسه، ما تجيش يعني معجنه هكا ويجيكم كور. لازم تفتحوها بيان. وماذا بكم الزيت يجي كامل داير على هذوك الخيوط ديالها. فوالا انا الماء ديالي راه بدا يغلي، انا نفور فوق القدره اللي درت فيها المرقه باش تانيت الرشته ديالي تجي الكود يعني تاع لاباط طيب مع الريحه تاع المرقه. كاين اللي كي تفور هكذا يحكموا هذيك المرقه يبردوها ويبلوا بها. كاين اللي يدير مزهر، هما العاصمين تاع الصح يديروا مزهر تانيت. يعني بكري كانوا بزاف يحبوا المزهر في كلش، وكانوا يقطروه في الدار. ماشي كيما يعني مازال كاين مناطق اللي مازالهم يديروا، لكن نقصت هاد الحاجه بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا بليتها، من بعد نعاود نقلبها. ومن بعد هاتيك باش ما تغلبناش انا نحكم واحد دوك تشوفوا نبدا نفتح فيها. هي يستحسن تبداو تفتحوا فيها هكا وهي سخونه باش ما تدكس لكمش، باسكو يحبط كامل الماء لتحت. واذا خليتوها ورحتوا ويعني ما فتحتوهاش يعني ما بديتوش تقلبوا كيما راني ندير انا، هذاك الماء يشمخ لك لاباط التحتانيه برك. فهمتوا؟ هكذا كي نبدا نقلب فيها منها راهي يعني تتخلط، او ميم طون هذاك الماء يولي يتزربع في الرشته ديالنا. يعني انا هذه هي طريقتي باش نتفادى تتعجن لي. بالنسبه لا مارك انا دوك نوري لكم لا مارك اللي استعملتها تاع رشته.
هذه تجي بزاف هايله، ويجوا الخيوط ديالها ما شاء الله يعني طوال ماشي قصيره هكذا ولا نحبها كي تجي طويله كي سباغيتي. فوالا هنا المرقه ديالي راهي تغلي، نضيفوا الخضر بعد ما كان طاب الدجاج كي تحسوه بلي بدا خلاص دخلوا طيب، نرموا الخضره. عندنا هنايا لفت وقرعه مقشرين وقطعتهم، ومن بعد هذيك نضيفوا الحميصه انا نخليها في الاخر باسكو انا الحميصه نطيبها كو تعودتوا عليا. الحميصه دائما نشمخها من قبل ونطيبها. كيما راكم تشوفوا هذه بعد ما نشفت بيان، شوفوا كي تنشف تولي اون ديغي با بلي رانا بليناها. بالنسبه للطفوار نتوما والعجينه يعني لا نوعيه الرشته اللي جبتوها نتوما، فوالا كاين اللي يلحق حتى لثلاث تفويرات. انا دي فوت كي تكون كاين دي مارك تاع رشته اللي تفوريها 3 مرات باسكو تجي بزاف خشينه، وانا ما نحبش نبلها حتى تولي معجنه، ما نحبش هكاك. صافي دي فوت نفورها 3 فوا، هذيك هي مع المرقه دي سوا. وكاين اللي لا كيما هذه فورتها نورمالمون دو فوا ماشي. شوفوا النوعيه تاع الرشته، انا هذه هي اللي استعملتها، هاد لا مارك، وتجي هايله، تجي تقول تاع الدار يعني ماشي وما ما تتعجنش. شوفوا كيفاش تجي. نفس الشيء هنايا نزيدو نديرو الزيت في يدينا باش ما تقعدش هكا كور تتعجن لكم. هذا راح يساعدها باش تتفتح مليح وتجيك شغل مفلفله. هذه هي سافوها برك وما يعني تشدوها غير بالعقل كيما راكم تشوفوا. هذه حلوها هكذا كي الكبه تاع الصوف راهي تبان. فوالا هنايا انا نغتنم الفرصه نقول لكم اللي راهو يشاهد فيا اول مره ما ينساش يخلي لي جام في لاشين ويخلي لي تعليق شباب، وتاني تيابوني لاشين يدير لي تفعيل الجرس هكا باش يوصلوا جديد ديالنا. وماذا بيا يعني تبارطاجيو لاشين معاكم، يعني الاشخاص اللي يحبوا هكا وصفات تقليديه، البنات الصغار اللي بتيجون في هذوك اللي مازال ما دخلوش الكوزينه يتعلموا حاجه تقليديه. وانا نحاول دائما نحط معاكم ونشارك معاكم الاكلات التقليديه. كيما راكم تشوفوا هنا حطيتها تفور لا دوزيام فوا، راهي هكذا سخونه. انا دوك نضيف لها قطعه تاع زبده ونخليها تذوب في وسطها. كيما لاحظتوا شفتوني في لا فيديو درت هذيك الحميصه مع يعني مع الرشته ديالي. هذه هي راكم تشوفوا انا هنا كنت درت كونتيتي شويه كبيره تاع الرشته. صافي درت وحده ديجا كنت درت لها زبده، وحده كنت زدت درتها تفور. هذه هي نتوما الا كانت لا كاليتي تاع الرشته ديالكم شويه خشينه وتجي شويه قاصحه تقدروا تفوروها قدكم حتى 3 مرات. هذه هي. المهم هنايا شوفوا كيفاش بعد ما ضفت لها زبده جات روعه. دوك نوري لكم واحد بتيت استوس يعني باش تجيكم المرقه. انا هذه عطاها لي شاف الله يكثر خيره، يعني هو اللي شارك معنا هاد لاستوس هذه وتجي بزاف بنينه. يعني المرقه تجي ما عندها حتى علاقه مع المرقه العاديه، يعني هذيك بنه وهذه بنه واحده اخرى والمرقه ديالنا تجي خضراء. لاستوس هذه تحكمي حبه تاع لفت اللي كنتي طيبتيها في هذيك المرقه وترحيها كيما راكم تشوفوا. هذه هي كي تضيفيها للمرقه راح تتلبى لك المرقه وتجيك خضراء، او ميم طون تطلق هذيك البنه تاع اللفت اللي معروف يعني الرشته بلا لفت ماهيش رشته، يعني بنه اللفت في الرشته في المرقه ديالها هذاك هو الصح. كيما راكم تشوفوا هنا ونكون لحقت معكم معنا نهايه لا فيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو هدايا. انا بالنسبه للدجاج كنت حمرته، انتو تقدروا تحطوه هكاك ولا ديروه في الفوغ يتحمر ولا تقليوه فوق المقله كيما حبيتوا. فوالا انا كون لحقت معكم انا هنا للنهايه. نتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم، نتمنى تخلوا لي دي جيم في لا فيديو باسكو يعني التصوير وباش تحطي ان مونتاج وكلش راهي مش حاجه سهله. نتمنى تدعموني باللايك هذاك صغير يعني ضغطة زر، وتاني تابوني وتفعيل الجرس هذاك ما يحشي يدي منك غير تواني.
هذه أنا نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر ووصفة جديدة أو تدبيرة جديدة. سلام.